أهلا وسهلا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وسلام دايما. الحلقة بتاعت النهاردة هكلمك فيها عن الشخصية النرجسية. هل يا ترى تعرفي حد نرجسي؟ هل حبيتي واحد نرجسي في يوم من الأيام؟ طيب إزاي تعرفي الشخصية النرجسية من قبل ما تدخل حياتك عشان تحمي نفسك من الأذى قبل ما يحصلك؟ هقولك على علامات تسهل عليكي انك تعرفي بيها الشخصية النرجسية. هقولك ايه اللي خلاه يكون نرجسي، يعني ايه اللي كون شخصيته وليه بيأذي غيره بالشكل ده. طيب النرجسيين هتلاقيهم فين؟ واخر حاجة امتى النرجسي بيتغير وبيتشافى؟ ده موضوع حلقتنا بتاع النهاردة المكمل للحلقتين اللي فاتوا. خلينا نبدأ بالعلامات اللي هتسهل عليكي انك تتعرفي بيها على النرجسي، عشان لو في حد حواليكي نرجسي تعرفيه، او عشان تحمي نفسك من اذاه من قبل ما يدخل حياتك. مش شرط كل المواصفات تكون موجودة في شخصية واحدة، ولكن عادي انه يكون في كذا علامة مشتركة في شخص واحد، وده الأكيد. بس خليني قبل ما أقولك العلامات أقولك إن في شخصيتين من الشخصية النرجسية. في النرجسي الظاهر، وده اللي شخصيته الحقيقية بتبان قدام الناس كلها عادي، يعني الناس بتعرف تصنفه وتقول عليه إنه شخص مغرور متحجرف، وده سهل إنك تتعرفي عليه. ولكن في شخصية أصعب شوية، وهو النرجسي الخفي اللي بيبان قدام الناس الملاك البريء المصلح الاجتماعي، رجل الدين المحترم اللي يقول للأخلاق قومي وأنا أقعد مكانك، وهو في الحقيقة ما يعرفش أي حاجة عن الأخلاق. فبيبان قدام الناس شخصية مزيفة، ولكن بيبان على حقيقته أكتر مع الناس القريبة ليه جدا، زي مثلا شريكة حياته. طيب ندخل على العلامات بقى اللي تتعرفي بيها على النرجسي. الشخص النرجسي كل هدفه في الحياة هو الشكل قدام الناس، إن يكون ناجح نجاح مبهر، مشهور جدا، غني ومعاه فلوس كتير. المهم الشكليات قدام الناس تكون رائعة، فبيشتغل على نجاحه قوي، وفعلا مش بس بيكون ناجح في حياته، ولكنه كمان بيوصل لأعلى المراتب، بيكون مشهور، بيكون له مكانة اجتماعية مرموقة محترمة قدام الناس. ومن كتر ما هو كل تفكيره في انه يحقق نجاح مبهر، فبدل ما يفكر في الحاجة اللي معاه دلوقتي وانه يستمتع بيها، انه يستمتع بنجاحاته الصغيرة، انه يستمتع بانه يمشي خطوة خطوة لحد ما يحقق النجاح الكبير اللي بيتمناه، لا، بينسى يستمتع بكل ده وبيركز على كل حاجة ناقصاه. ودي من الحاجات اللي بتجيب له تعاسة في حياته، انه دايما بيبص على نص الكوباية الفاضي. طبعا جميل انه الشخص عامة يكون شخص طموح، حتى لو طموح جدا ده مش عيب، بالعكس دي ميزة طبعا. ولكن الفكرة في النرجسي انه طموح جدا، ولكن مش عشان يبقى شخص ناجح لنفسه او انه يحقق رسالته اللي جاي يعملها، لا خالص. هدف النرجسي من انه يوصل للنجاح المبهر او الشهرة او المكانة الاجتماعية المرموقة عشان بس الشكل الظاهري قدام الناس، عشان الناس تقول عليه انه قد ايه ذكي، عشان الناس تقول عليه انه قد ايه موهوب ناجح مشهور. وده بسبب العقدة اللي كونت شخصيته اللي هنتكلم عنها في اخر الحلقة ان شاء الله. كمان طموح النرجسي بيخليه شخص استغلالي جدا لأبعد الحدود. عشان ينجح بيستغل اللي حواليه عشان يوصلوه للحاجة اللي هو عايزها. عشان كده هتلاقي ان كل اللي حواليه لازم يكونوا مفيدين ليه، ما بيصاحبش اي حد كده، لا، النرجسي ما بيصاحبش غير اللي يعرف انه هيستفيد منه في يوم من الايام، واللي هيوصله بطريقة او باخرى لأي حاجة هو عايزها. النرجسي هتلاقيه عنده دايما احساس بالاختلاف والتميز والعظمة، دايما حاسس انه مختلف ومميز عن الناس كلها. الحياة بالنسبة له سباق وصراع ومنافسة، لازم يكسب ويبقى رقم واحد فيها. شايف ان عنده قدرات استثنائية مش موجودة عند الناس العادية، وشايف ان محدش بيقدر قدراته ولا بيفهمها غير الناس المتميزة اللي زيه. عشان كده لما اي حد بينتقده او يحاول انه ينصحه او يقوله ان في مشكلة فيه محتاجة تتصلح، يبقى شايف ان اللي بينصحه بني ادم اقل منه، فبالتالي مش قادر يفهم مدى
عظمته وإنه قد إيه شخص مثالي. بمعنى آخر مش بيقدر يشوف إن في مشكلة فيه محتاجة تتصلح. عشان كده بيبقى صعب جدا على الشخصية النرجسية إنها تقتنع بالعلاج النفسي أو التشافي أو إنه يتغير عامة يعني. وبالتالي عشان هو شخص مميز استثنائي فمينفعش إنك تعامليه معاملة عادية زي ما بتعاملي أي حد كده، لا طبعا. هو محتاج منك معاملة خاصة ومميزة، محتاج إنك تقدريه أكتر ما بتقدري أي حد، لأن هو مش أي حد. طول الوقت عنده احتياجات ورغبات لازم تلبى، وما يقدرش يستحمل انك تتجاهليه هو او رغباته. ما يقدرش يتحمل التجاهل منك ابدا. اكتر حاجات بيكرهها انك تحسسيه انه شخص عادي، انك ترفضيه، انك تقوليله لا، انه يفشل في الحصول على حاجة عايزها، ان حد ينتقده. ده كله بيحسسه بشعور الرفض اللي بيبقى صعب جدا عليه وبيسبب له جرح كبير، عشان بيفكروا بالألم اللي جواه اللي هكلمك عنه في آخر الحلقة. طيب لو حاولتي تنتقديه ايه هيحصل؟ الشخصية النرجسية ما بتقدرش تستحمل اي تعليق سلبي يخصها او يخص اي حاجة ليها علاقة بيها. لو فكرتي انك تنتقديه في يوم من الايام مش هيتعامل مع نقدك ليه بهدوء وباحترام ويقول مثلا انه ممكن يكون في مشكلة محتاجة تتصلح فنشوف حل، او حتى ممكن اللي قدامي يكون مش قصده انه ينتقده اصلا، يعني ممكن يكون بيتكلم بحسن نية او بعفوية، وحتى كمان ممكن الكلام ما يكونش عليه هو اصلا، ولكن عشان هو بيفهم على كيفه ومبدع في انه يحور الكلام ويفهمه غلط بشكل سلبي، فهيعتبر اي نقد، اي كلمة سلبية سواء مقصودة او غير مقصودة هيعتبرها اهانة لي. وقتها هيحصل حاجة من الحاجتين دول: في شخصية ممكن يبين لك انه هو اتضايق وفي لحظتها على طول هياخد حقه منك انه يدافع عن نفسه يعني، وده غالبا بيكون النرجسي الظاهر. وفي شخصية تانية هيبين عكس اللي هو حاسس بيه، يعني مش هيبين انه اتضايق منك وهيكتم غضبه جواه بابتسامة منه ليكي، هيبان انه عادي جدا وكأنك ما عملتيش ولا قلتي اي حاجة تضايقه، ولكن هو من جواه يحترق نارا، هيشيل منك وهيفضل فاكر النقد اللي وجهتيه ليه وهيعتبرها إهانة ليه من وجهة نظره يعني، وهيستنى الوقت المناسب اللي يرد فيه اعتباره لنفسه ويجيب حقه منك لأنك أهنتيه. وده غالبا بيكون النرجسي الخفي. عشان كده هتلاقي الناس القريبة منه حذرين جدا في الكلام معاه. أفكر في أي حاجة قبل ما أقولها لحسن يفهمني غلط ويتضايق. ولو حسيتي إنه في أي لحظة اتضايق مع نفسه كده تفضلي تفكري يا ترى أنا عملت إيه يضايقه، يا ترى قلت إيه يضايقه، وده هيخليكي موترة نفسك جدا، ضغط نفسك كده ومش على طبيعتك معاه، وده هيسبب لك ضغط عصبي. مع مرور الوقت هيحصل لك أمراض نفسية وجسدية كمان. الحياة مع النرجسي حرب ومعركة وهتبقي دايما انت الخسرانة فيها. طيب نكمل العلامات. النرجسي شخص أناني لأبعد الحدود، ما بيفكرش غير في نفسه وبس، مصلحته وبس، عايز الكون كله باللي فيه ينفذ احتياجاته ورغباته ويساعده في الوصول للي هو عايز يوصله. النرجسي الأناني هيبقى فيه شخصيتين منهم: الأناني اللي الناس كلها عارفة انه أناني، وده النرجسي الظاهر اللي باين للناس كلها يعني، والأناني اللي بيبان قدام الناس انه شمعة تحترق من أجل الآخرين، هيخليكي تعملي كل حاجة هو عايزها، ولكن بإرادتك انت هتبقي فاكرة انه انت اللي عايزة تعملي كده، هتديله كل حاجة هو عايزها ظنا منك انك انت اللي عايزة تديله ده، وكمان هتشكريه على انه وافق ياخد اللي هتديهوله. وده طبعا النرجسي الخفي. بجد النرجسي الخفي ده شخصيته فظيعة، بيعملك غسيل دماغ. النرجسي الخفي دوره في حياتك انه يغسلك دماغك ويبرمجها ويسيستمها على كيفه كده. طيب العلامة اللي بعد كده انه بينتقد غيره دايما وبيتريق عليهم، وعادي انه يتنمر عليهم.
يعني ممكن قدام الناس يحرجك وينتقد حاجة فيكي مش عاجباكي عشان يضايقك قدامهم، وده النرجسي الظاهر. وفي اللي قدام الناس هيمسك ايدك ويبان ان الزوج الصالح اللي الكل بيحسدك عليه، ولكن بينك وبينه يعلقلك على كل حاجة سلبية فيكي، ويكرهك في نفسك. لو لابسة أجمل حاجة عندك وشكلك يجنن وفيكي فسفوسة بس كده صغيرة، هيسيب كل حاجة جميلة فيكي ويعلقلك على الحاجة السلبية اللي تكاد تكون مش باينة أصلا. وده الشخصية الأصعب، وهو النرجسي الخفي. الشخصيتين سواء الظاهر أو الخفي هياخدوا الموضوع بهزار، ولو زعلتي هيجيب المشكلة فيكي انك انتي اللي نكدية، او انتي اللي حساسة زيادة عن اللزوم، او انتي اللي ما بتقبليش الهزار. النرجسي بيغير جدا من نجاح اي حد غيره، من اعجاب الناس بشخص غيره. يحب انه الناس تعجب بيه هو بس، وان هو بس اللي يكون نجم. بيتضايق لما حد يجيب سيرة حد غيره بالخير والنجاح والإنجاز، حتى لو الحد ده في مجال غير مجاله وملوش أي علاقة بيه. برضو بيتضايق لأنه عايز ياخد كل طاقات الإعجاب والحب والتقدير ليه هو وبس، وكأن مفيش في الكرة الأرضية حد غيره. وده لأنه مشاعره الأساسية هي العار، فلما حد بيمدح حد غيره قدامه ده بيحسسه إن اللي قدامه بينتقده بشكل غير مباشر، وبيفعل عنده الآلام اللي موجودة جواه. فوقتها بيشعر بمشاعر حسد وحقد وغل للشخص اللي الناس بتمدحه قدامه، لدرجة إن ممكن الشخص اللي الناس بتمدحه ده يتمناله الفشل والتعاسة، ولو وقع أو فشل في يوم من الأيام للأسف بيشمت فيه. النرجسي عنده صعوبة في إنه يتعاطف مع الآخرين ويشعر بيهم، ولكن قدام الناس من بره هيبين إنه عنده مشاعر فياضة، حنون، ذوق جدا. ولكن كل ده قناع بيروح مع الوقت، لأنه في حقيقة الأمر مش بيحس غير بنفسه وبس. ولكن لازم طبعا يلبس القناع الخداع ده عشان يوصل للناس، عشان ينال ثقتهم فيه وتقديرهم وحبه ليه. وقتها بيقدر بكل سهولة انه يتلاعب بالاخرين، زي مثلا انه يكون مشهور، يكون له علاقة بالاعمال الخيرية، تبرعات، مساعدة المحتاجين وهكذا يعني. وغالبا ده بيكون النرجسي الخفي. النرجسي عنده شخصيتين مختلفتين. الشخصية الأولى اللي هو الشخص الودود المحترم صاحب الأخلاق العالية المتدين، وده لما يكون بيتعامل مع أشخاص هيستفيد منهم بمصلحة معينة، أو إنهم يوصلوا لحاجة هو عايزها، فهيبين قدامهم القناع المزيف. بيتعامل بالشخصية المثالية قدامهم، فمعاملته معاهم هتكون بكل رقي وذوق واحترام، ولكن بيبان على حقيقته الجافة القاسية المغرورة على الناس اللي أقل منه اجتماعيا. عشان كده اللي ما يعرفوش معرفة شخصية عميقة بيقول عنه إنه محترم ملاك نازل من السماء. هو لسه في حد بالأخلاق العالية دي يا راجل؟ ولكن اللي يعرفه عن قرب هو اللي يعرف مدى إيذائه وشره. على فكرة بجد الشخصية النرجسية خطيرة جدا ومش سهلة أبدا، وممكن تعيشي معاه سنين وتبقي فاكرة إنك عارفاه كويس، ولكن للأسف ما تبقيش عارفة إنه نرجسي أصلا من كتر غسيل الدماغ اللي بيبقى عملهولك، لأنه ممثل بارع. شخصيته من نوع كده اللي بيكتب الكذبة ويصدقها، فلما بيعيش الدور انه المثالي بيعيشه بإتقان، ومستحيل تصدقي انه وحش ابدا. طيب ندخل في الجزء الأهم، وهو ازاي اتكونت الشخصية النرجسية وليه بيتصرف التصرفات المؤذية اللي هو بيعملها دي. طيب المشاعر الأساسية بتاعة النرجسي هي مشاعر العار، وعشان يخفف مشاعر العار دي بيتغذى على إعجاب الآخرين بيه، وبيستمد طاقته
من حبهم ليه. وجوده كله بيتمحور حول فكرة انبهار الناس بيه وتمجيدهم ليه. طيب معلش بقى استني كده ثانية، ازاي بتقول ان مشاعره الأساسية العار وهو شخص شايف نفسه ومشهور وناجح ومتعجرف ويبي؟ لو رجعنا بالزمن لورا هنلاقي ان الشخصية النرجسية باباه ومامته او حد واحد منهم كان قاسي معاه، متبلد المشاعر، جافه بارد مشاعريا، يعني احتياجاته العاطفية وهو صغير ما خدهاش، اتولد في بيئة دايما نقد، دايما مقارنة، صرامة، لازم التفوق، لازم التميز، لازم الأداء العالي، لازم انت اللي ترفعنا لفوق بموهبتك، وتعودنا عن سنين الفقر اللي شفناها. فلو أثر في يوم من الأيام من تميزه ونجاحه وتفوقه، مش بياخد الحب ولا التقدير ولا الاحترام، بالعكس وقتها مش بياخد غير الغضب والحرمان بسبب تقصيره. فتربى على انه يتنافس مع غيره، اتربى على انه مفيش غلط، اتربى على انه لازم يكون شخص مثالي، اتربى على انه لازم يكون كامل. فده اداله شعور بانه عشان ياخد الحب لازم ينجح ويتفوق ويتميز. الحب بالنسبة له بقى مشروط يعني، فبقى عنده شعور بانه شخص غير مستحق للحب وانه دايما اقل مما يستحق. فده خلاه يحاول دايما انه يبقى في احسن صورة عشان ياخد الحب، يبقى ناجح عشان ياخد الحب، يبقى متميز عشان ياخد الحب. فبقى محتقر شخصيته الأساسية، وبيحاول دايما يهرب من طبيعته لأنه حصله شرخ عميق فيها خلاه يرفضها ويهرب منها دايما. فدايما بقى عنده شعور انه لو بقى على طبيعته مش هياخد الحب والاحترام، وده اللي كان بيحصل معاه فعلا. فبالتالي بالنسبة له نفسه على حقيقتها بقت بتجيب له العار، لأنها بتبقى غير مرضية لوالديه. لما بيبقى على حقيقته مش بيبقوا راضيين عنه يعني، ولا فخورين بيه، ولا بيدوله الحب، لأنهم مش عايزين الطبيعي، هم عايزين التميز، عايزين الكمال، عايزين المثالية، ووقتها هيدوله الحب والتقدير. فعشان هو عايز ياخد الحب فلازم يكون المثالي المتميز. فهو شخص اتغذى وتربى من صغره على كل ما تكتر من مثاليتك كل ما أحبك أكتر، كل ما تكتر من نجاحك كل ما أحبك أكتر. فبقى شايف إنه مفيش حل قدامه غير إنه يعيش دور المثالي ويخلي الشخصية المثالية دي هي شخصيته الحقيقية. ولكن هو من جواه عارف إنه مش مثالي، بس في نفس الوقت بيحاول إنه يوهم ويخدع نفسه وأهله ومجتمعه إنه الشخصية المثالية دي هي شخصيته الحقيقية. ومن وقتها وهو عايش دور المثالي عشان ياخد الحب اللي بيخفف له شعوره بالعار. ومن وقتها وهو عايش حياته كلها يتغذى على أعجاب الآخرين ليه وتمجيدهم ليه عشان يخفف من شعوره بالعار. عشان كده لما بيبقى في علاقة وبيلاقي الطرف الآخر بطل يديله دعم وحب وتمجيد، بيتعب نفسيا وبيحس ان في حاجة ناقصة في حياته، وبيروح يدور على أي علاقة تانية تغذي نفسه المثالية الزائفة بمشاعر الدعم والإعجاب والحب والتمجيد عشان يخفف شعوره بالعار. عشان كده النرجسي ما بيحبش يقطع علاقاته بشكل نهائي، لا سبتك شوية اوكي، خليكي موجودة برضو عشان ممكن احتاجك في يوم من الأيام، عشان تديني شوية بنزين امشي نفسي بيهم، وبعد ما اخد اللي انا عايزه منك اسيبك وابعد براحتي، اشوف حياتي مع حد غيرك يديني بنزين اكتر. ولكن برضو انتي تفضلي موجودة مستنياني. مش معنى يعني ان سبتك ورحت لغيرك يبقى ده يديك الحق انك تشوفي غيري، لا انتي تفضلي مستنياني برضو. في حاجة كمان عايزة اقولها، بما انه شخص شعوره الاساسي العار والخوف، فمعنى كده انه ما عندوش امان نفسي.
فعشان ياخد الأمان النفسي هيحاول بين فترة والتانية يعمل حاجات تضايقك، عشان عايز دايما حد يطمنه انه محبوب ومرغوب، زي مثلا انه يخليكي تغيري عليه عشان يحس انه محبوب مرغوب، فهيطمن وقتها. يكون عنده كذا علاقة مرتبط باتنين مثلا، والاتنين بيتخانقوا مع بعض عشانه، وقتها هيحس انه مرغوب ومحبوب فهيطمن، وهكذا. خلاصة الكلام يعني انه اي حاجة مؤذية بيعملها معاكي بيعملها بسبب شعوره العميق بالعار والخوف. يعني كل اللي انتي شايفاه فيه سواء قوة، تميز، شهرة، نجاح، فده قشرة من بره بس، ولكن لو دخلتي جوه مش هتلاقي غير ضعف قابل للتحطيم من أقل كلمة ومن أبسط المواقف. لو دخلتي جواه مش هتلاقي غير عار وخوف ورفض وعدم أمان نفسي. طيب أنا حبيت أقولك الكلام ده في آخر الحلقة مش في أولها عشان تعرفي خطورته في الأول. أنا مش بقولك الكلام ده عشان تبرري له اللي هو بيعمله، ولا عشان تسمحي لنفسك إنك تستمري في علاقة مع مؤذي نرجسي يمتص طاقتك ويأذيكي نفسيا وجسديا. أنا بقولك الكلام ده عشان أشرح لك الشخصية اتكونت إزاي، ولكن ده ما يدلوش الحق إنه يأذي غيره بالشكل ده. طيب إمتى النرجسي ممكن يتغير ويتشافى؟ مع مرور الوقت ممكن يمر بصدمة كبيرة في حياته، صدمة كده تحسسه إنه عاجز، إنه ضعيف، إنه يمر بأزمة مالية كبيرة مثلا، إنه يمر بأزمة نفسية كبيرة محتاج حد يتدخل ويساعده، إنه يجيله مرض خطير مثلا، ويحصل له مثلا حاجة اجتماعية لها علاقة بسمعته، حاجة كده تهزله كيانه الزائف وشهرته ونجاحاته كده يعني. المهم إنها هتكون خسارة كبيرة جدا بالنسبة له. وقتها ممكن يحصل له درجة بسيطة من إن عينه تفتح ويدرك إن في مشكلة جواه محتاجة حل. وقتها هيشوف نفسه على حقيقتها بعيدا عن نجوميته، ودي الحالة الوحيدة اللي النرجسي ممكن يتغير فيها لما بيقع. وقتها بتحصل المعجزة الإلهية والنرجسي بيفوق وبيتشافى، وبعدها بيحصل تغيير جذري في شخصيته. ولكن الصراحة ده حدث نادر الوجود، يعني نقدر نقول عليها انها معجزة وتدخل رباني، لان فعلا صعب جدا ان النرجسي يتشافى في العادي. طيب هل كل نرجسي بيقع او بينهار كده بيفوق وبيتشافى؟ لا طبعا. في بعضهم لما بيحصل معاه كده بيعيش دور الضحية عشان يكسب تعاطف الآخرين ليه، ووقتها بيستمد ثقته بنفسه تاني من طاقات التعاطف اللي بياخدها من الآخرين، وبعدها بيرجع لطبيعته تاني وكأن مفيش أي حاجة حصلت، لأنه بيبقى شايف إن اللي حصله مش عشان إنه يفوق وكده، لا خالص، بيبقى شايف إن اللي حصله ده بسبب أي حاجة خارجية غير نفسه، وكأن الكون كله عايز يوقعه. وبكده أكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب الحلقة تكون مفيدة لأي حد بيسمعها، وأتمنى لكم من كل قلبي الحب والتشافي والسعادة والسلام الداخلي، وانتظروني إن شاء الله في حلقة جديدة ومفيدة من ياسمين بودكاست. كان معكم ياسمين السجيني.